السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ انا النهاردة جايبه لكم فرشة ريش براش. هنفتحها مع بعض وهقول لكم ايه المميزات بتاعتها. يلا بينا نفتحها ونشوفها مع بعض. زي ما انتوا شايفين، طبعا الفرشة اهي معانا. نشيل كده الكفر ده، بيجي معاه زي بوكس، كيس كده فيه كليبسات، وبيجي معانا كتالوج ان احنا ازاي نستخدمها. طبعا يا جماعة انا كنت رايحة عشان اشتري فرشة ريش براش اللي هي بتاعة الهوا، اللي هي بتبقى مدورة كده. فما لقيتهاش، فانا لقيت الفرشة دي بتاعة ريش براش وكان عليها عرض. فانا كنت رايحة على حاجة ولقيت الفرشة دي. وبرضو حبيت ان انا انقل لكم التجربة بتاعتي لما انا استخدمتها. طبعا انا اشتريتها من مكان توكيل. فكان عليها خصم حلو قوي. ف برضو ده من الحاجات اللي خلتني ان انا اشتريها. وطبعا انا ما طلعتش اتكلم عنها غير بعد ما استخدمتها شخصيا يعني. فلقيتها بجد يا جماعة فعلا منتج جميل جدا. وانا الماركت الريش براش كانت اول مرة استخدمها. انا طبعا بستخدم ماركة تانية وحاجات تانية، لكن ده كان اول استخدام ليا للماركة دي. لا بجد يا جماعة حاجة جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده بيجي معاها كلبسين علشان يسهلوا علينا نقسم الشعر، وان هي بتمسك الشعر حلو قوي. بيجي طبعا معاها الفرشة دي الصغيرة عشان تنظف السنون بتاعتها. بتسهل عليا ايه ان هي تنظفها لي، فيعني بصراحة مظبطينا يعني. ودي طبعا الفرشة زي ما انتوا شايفين شغلناها. اول زرار ده بتاع الباور بنضغط عليه كده شوية عشان يشتغل، وبنبتدي نطلع للدرجة اللي احنا عايزينها. هي طبعا زي ما انتوا شايفين بتاخد كل درجات الحرارة تدريجيا. زي ما انتوا شايفين اهي بقت 180. والزرار اللي هو التاني ده عايزة تقللي بقى تزودي. وطبعا هي فيها خاصية الايونات زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. هي بتوصل ل230 درجة حرارتها. طبعا احنا بنقلل من الزرار ده ونزود من الزرار ده على حسب انتي بتحبي عالية او منخفضة، على حسب رغبتك. وطبعا زي ما انتوا شايفين حرف السي اللي جوه ده هو ده الايونات. برضو بتجيبيه من الزرار ده كده. بصوا يا جماعة اشتغلت. عايزة تلغيه بتضغطي ضغطة طويلة شوية هنا وبيتلغى. يعني هي تقدري تتحكمي في درجات الحرارة وطبعا الايونات دي زي ما انتوا عارفين ان هي بتقلل الهيشان والتقصف اللي في الشعر، وبيدي كده لمعة للشعر جميلة قوي. فالخاصية دي اللي موجودة يا جماعة فعلا خاصية حلوة قوي. ان انتي بتستخدمي منتج بيعملك بيقلل الهيشان والتقصف، ده حاجة كويسة قوي يعني يا جماعة. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده الفرشة بتتكون من سنون،
وليها كده كفر. الكفر البلاستيك ده طبعا عشان يعزل الحرارة عن اي حاجة انتي حطاها، يعني حطاها في مكتب، حطاها في اي مكان، ما تعملش اي مشكلة او اي حرارة. لكن يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان اصلا الفرشة دي والسنون دي اصلا مش بتضايقك او هي بتلسعك او بتعملك مشكلة. لا، السنون دي مخصصة للشعر، ان هي ما تبقى عاملة زي الفرشة. يعني هي من جوه بتبقى عاملة زي المادة التيتانيوم، اللي هي زي بتاعة البيبي ليس، اللي هي بتديكي زي حرارة، بس حرارة البيبي ليس واستخدامها بس عن طريق ايه؟ فرشة. يعني انا دلوقتي بستخدم بيبي ليس بس من خلال فرشة. وطبعا الميزة دي حلوة جدا 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 يا جماعة، ان هي بتخليني ادخل في اماكن واعمل يعني مناطق بتبقى صعبة قوي عن البيبي ليس اللي انا ادخلها. يعني دي ممكن من جنب الاذن او من عند الخلف، بتبقى بتدخلك في الحتت اللي انت عايزاها، كأنك بتسرحي شعرك بالظبط، بس عن طريق فرشة حرارية. وطبعا مادة التيتانيوم دي مادة سيراميك عالية جدا، مش بتحرق الشعر ولا بتقصفه ولا بتحرقه. فهي مادة جميلة جدا ان هي تبقى مصنعة منه. وزي ما انتوا شايفين كده هي فرشة يعني الى حد ما مش تقيلة، يعني معقولة، مش بتضايقك ولا هتخليكي تحسي بتعب وانتي بتستخدميها. بالعكس هي سهلة جدا في استخدامها. بصراحة انا لما جبتها واستخدمتها استغنيت تماما عن البيبي ليس، وخلتني اعمل شعري في البيت بدل بهدلة الكوفرات وان انا استنى دوري وان اخد وقت، وان برضو الحاجات ما بقاش ضامنة بيستخدموا من واحدة لواحدة. فدي حاجتي الخاصة طبعا تبقى كويسة، ووفرت عليا وقت وجهد وان انا انزل. فبجد حاجة حلوة جدا يا جماعة، ومنتج جميل. وعايزة اقول لكم برضو ان هي يعني سريعة، يعني مش بتخليكي تاخدي وقت في ان انتي تعملي شعرك، لا بالعكس. يعني انتي ممكن وانتي قبل ما تنزلي تسرحي بيها بدل الفرشة. خلاص هي بتظبط لك شعرك وبتقلل لك الهيشان وبتخلي شعرك مظهره جميل. وزي ما قلت لكم برضو استخدامها سهل، والسلك بتاعها زي ما انتوا شايفين بيلف معاكم، يعني مش هتضايقك. يعني كان في بيبي ليس كنت بستخدمها كانت يعني بتضايقني في الموضوع ده، ان هي مش بتلف معايا واقعد كل شوية اعدل في السلك واظبط السلك. لا يا جماعة، دي فعلا فعلا منتج جميل وسهل، سهل في استخدامه، وحلوة على ان انتي تستخدميها على شعرك. وطبعا زي ما انتوا شايفين ان هي بتيجي العلبة كده وعليها كود. الكود ده بتحتفظي بيه عشان ده الضمان بتاعها، هي بضمان 2 سنين. فيا جماعة لما تشتروا العلبة لازم تحتفظوا بالكود ده. انا طبعا زي ما انتوا شايفين محتفظة بالعلبة زي ما هي، عشان الكود ده هو اللي بيضمن لك حقك في اللي انتي في مشكلة او في قطع غيار او اي حاجة، بتقدري ان انتي ترجعيها او تبدليها بالكود ده. وهي كانت سعرها 2000، وفي العرض اشتريتها ب1500. فهي يعني كسعر منتجات اللي هي للشعر سعرها لطيف وجميل بالنسبة للمنتجات اللي موجودة دلوقتي. فانتي وفرتي فلوس ووفرتي مجهود وهي كفرشة حلوة، انصحكم بيها يا جماعة فعلا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون قلت لكم معلومات مفيدة. ويا ريت تقولولي عايزيني اتكلم لكم عن ايه في الفيديو اللي جاي.
واشوفكم ان شاء الله على خير.